إمام عاشور بدأ التأهيل وسيكون جاهز لمباراة بيراميدز في الجولة الخامسة في الدوري المصري. كولومبوس كرو لم يسدد الدفعات المالية في صفقة انتقال وسام أبو علي والتعاقد من خلال رابطة الدوري الأمريكي التي أبلغتنا أن كولومبوس كرو لم يستكمل إجراءات الصفقة حتى الآن بما فيها التحويلات المالية، والنادي الأهلي لم يرفع اسم اللاعب من القائمة حتى الآن وسينتظر حتى غلق باب الانتقالات الصيفية. إذا لم يقم النادي الأمريكي بدفع المستحقات المتفق عليها سيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق الأحمر. فحص طبي لخماسي الفريق محمد الشناوي ومصطفى العش وأشرف داري وحسين الشحات وعمر كمال عبد الواحد، والنتائج مطمئنة دون أي إصابات مقلقة. الأهلي يضم الأسباني ألبرتو سانشيز كمدرب أحمال مساعد في النادي الأهلي. رضا سليم إعارة للجيش الملكي لمدة موسم على سبيل الإعارة بدون بند أحقية الشراء. أحمد عبد القادر يحضر تدريبات النادي الأهلي وينشر صورة له عبر انستجرام من تدريبات الفريق. استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر ضد أثيوبيا ضمن تصفيات مونديال 2026. أمس الأربعاء موعد غلق القيد للصفقات المحلية والأجنبية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026. نادي فاركو يتعاقد